تخيل معايا كده إنك قاعد في بيتك فجأة تلاقي ناس مسلحة داخلة عليك عشان تاخد أرضك وبيتك، وإنت مش معاك سلاح ولا عندك حد يسندك. وكل يوم المستوطنين دول يجوا يقطعوا زرعك ويحرقوا محاصيلك ويمنعوك من أرضك اللي بتاكل منها عيش. وده بالظبط اللي حصل مع فاروق عدنان علي رمضان، شاب من بلدة تل جنوب غرب نابلس. في يوم الجمعة 24 يوليو فاروق عمل حاجة محدش كان يتخيلها، شد سلاح من ايد جندي اسرائيلي وقلب المعادلة. تعالوا نحكي القصة من اولها عشان تفهم ازاي الظلم اللي خلى الناس تفيض بيهم هو اللي خلق البطل ده. اهلا بيكم في صندوق الحكاوي مع محمد أدري. فاروق عدنان علي رمضان شاب فلسطيني بسيط من بلدة تل، بلدة صغيرة جنوب غرب نابلس. ما كانش جندي ولا كان تابع لأي فصيل ولا كان مخطط لأي عملية. فاروق كان واحد من الناس عايش حياته بين أهله وجيرانه، بيزرع أرضه زي باقي أهل قريته، لكن أرضه دي كانت مسروقة ومحاصرة من كل حتة. فاروق ما كانش لوحده في القصة دي. في نفس اليوم ده استشهد 3 من أقرب الناس ليه، وكلهم من عيلة رمضان: عمران أحمد علي رمضان، إبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان. 4 شبان من عيلة واحدة في يوم واحد كانوا بيدافعوا عن أرضهم وعن كرامتهم. طيب إيه اللي خلى فاروق ياخد القرار الجريء ده؟ الحكاية ما بدأتش يوم الجمعة، الحكاية بدأت من سنين. بلدة تل موجودة جنب بؤرة استيطانية اسمها حفات جلعاد. المستوطنين هناك بيعتدوا على الأهالي والفلسطينيين بشكل يومي، بيقطعوا أشجار الزيتون اللي هي المصدر الرئيسي للرزق، بيحرقوا المحاصيل، بيمنعوا المزارعين يوصلوا لأراضيهم من سنين. والأهم إن كل الاعتداءات دي كانت بغطا من جيش الاحتلال. يعني المواطنين العزل مش بس بيواجهوا المستوطنين، ده كمان بيواجهوا جيش كامل بعتاده. يوم الجمعة المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية، الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم إن هم يرجعوا، لكن نص ساعة وبس المستوطنين رجعوا تاني، لكن المرة دي مع عساكر وعتاد وجنود ودبابات وآليات. والمواجهة بقت من المسافة صفر، شباب عزل وأهالي قصاد ميليشيات من المستوطنين وجيش بسلاحه وعتاده. وفي اللحظة دي فاروق شاف أهله بيتقتلوا قدام عينيه، شاف قرايبه وأهله وأصحابه بيتمرمغوا على الأرض وبيتقتلوا قدامه. وهنا فاروق قرر إنه مش هيسكت. فاروق اخترق جدار النار واشتبك مع حارس من البؤرة الاستيطانية، وفي ثواني خد منه سلاحه الأوتوماتيك. وفاروق البطل موقفش عند كده، قلب السلاح على اللي كانوا بيضربوا النار على أهله وبدأ يرد العين بالعين. والنتيجة 2 جنديين إسرائيليين اتقتلوا وإصابة آخرين. ودلوقتي خلونا نتكلم عن السؤال اللي بيطرح نفسه: ليه بعض الجهات بتسمي اللي عمله فاروق إرهاب وهو أصلا كان بيدافع عن نفسه وأهله وأرضه؟ عايزين نشوف بالمنطق مين هو المعتدي. المستوطنين هم اللي هاجموا القرية، هم اللي جابوا آليات وجنود، هم اللي كانوا بيضربوا النار على الأهالي العزل. فاروق ما كانش بيضرب نار على ناس أبرياء، كان بيرد على ناس كانوا بيهاجموا أهله وبيسرقوا أرضه كل يوم. فاروق كان في أرضه وفي بلده بيدافع عن أهله وجيرانه، مش هو اللي راح للبؤرة الاستيطانية، هم اللي جوله في قلب أرضه. هو ما كانش بيخطط لأي هجوم، هو كان بيرد على الهجوم اللي حصل عليه هو وأهله. القانون الدولي بيعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وده حق مكفول. أما الإرهاب فهو استخدام العنف ضد مدنيين أبرياء. فاروق ما ضربش مدنيين، ضرب جنود ومستوطنين مسلحين كانوا بيعتدوا عليه وعلى أرضه. طب عارفين ليه بيتمسكوا بوصف إرهاب؟ لأن التوصيف ده جزء من حرب نفسية. لما يسموا دفاع الفلسطيني عن نفسه إرهاب بيحاولوا يشرعنوا اعتداءاتهم واحتلالهم اليومي، وده مش جديد. دايما المحتل بيقلب الترابيزة وبيخلي الضحية هو الإرهابي. لكن الفرح مكملش، الرد الإسرائيلي كان سريع ووحشي جدا. جيش الاحتلال استدعى تعزيزات وحاصر البلدة بالكامل وفرض حظر تجوال على نابلس كلها. الرصاص نزل بكثافة وفاروق جسمه اتملى من الرصاص واستشهد مع 3 من أهله. وبعد كده جيش الاحتلال اعتقل أكتر من 70 شاب من القرية والقرى المجاورة. المستوطنين رجعوا تاني اليوم اللي بعده ونصبوا كرفانات وبدأوا يهدموا ويستحوذوا على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بهدم بيت فاروق رمضان. فاروق عدنان علي رمضان كانش بطل خارق، كان شاب بسيط عايش تحت ظلم يومي لسنين. لكن في لحظة لما شاف أهله بيتقتلوا قدام عينيه اختار إنه يرفض يفضل ضحية.
قلب المعادلة، خلى المحتل يحس بالخوف وخلانا نحس بالفخر. احنا عندنا في أمتنا بطل وأبطال زي ده، وخلى اسمه يتكتب في تاريخ قرية تل وفي قلوب كل اللي عرفوه. واللي يقول إنه إرهابي خليه كده يسأل نفسه، لو حد كده جه على بيته وهده أو حاول يعتدي على أهله وبيته وأسرته وبعد كده دافع عن نفسه، مين هيكون إرهابي؟ اللي بيدافع عن نفسه ولا اللي بيعتدي عليه؟ دعواتنا لفاروق رمضان بالرحمة وكل شهدائنا الأبرار، ومش هننساكم أبدا. سلام عليكم.